اقول لك على غلطه بجد كلنا بنعملها ومحدش واخد باله منها. كلنا بنسيب موبايلاتنا في ايدين ولادنا، ومحدش فينا واخد باله ان الموبايلات دي عليها مليون ابلكيشن مربوطين بالفيز بتاعتنا. بقول لك ما تسمع الحكايه دي. في امريكا كان في ولد عنده 8 سنين عايش هو ومامته لوحده. الولد ده كان اسمه ليام. ليام كان عايز يعمل في يوم من الايام كرنفال كده لاصحابه. عارف عمل ايه؟ خد موبايل مامته وفتح ابلكيشن امازون. عارف بقى عمل ايه على ابلكيشن امازون؟ طلب 70,000 مصاصه. على فكره الرقم ده بجد، هو طلب فعلا 70,000 مصاصه، ودفع بالفيزا بتاعت مامته وكان حسابهم $4000. ومامته ما خدتش بالها. عارف بقى بعد 48 ساعه مامته اتفاجئت ان في اوردر جالها، ولما جت تستلم الاوردر لقيته 22 كرتونه. ال 22 كرتونه دول كلهم مصاصات. حاولت يمين شمال ان هي ترجع الاوردر ده، ما عرفتش ترجع اي حاجه. في الاخر عملت ايه؟ طلعت على السوشيال ميديا نزلت شويه فيديوهات كتير بتحاول ترجع فيها الاوردر. شركه امازون بقى لما سمعت بالموضوع ده عملت حركه لطيفه قوي. رجعوا لها الفلوس بس سابوا لها المصاصات. الام بقى خدت المصاصات دي وزعتها على الجيران وعلى المدارس اللي حواليها وفي كل مكان، وعملت كرنفال بجد في المدينه كلها. هي من الاخر كانت غلطه بريئه، بس خلي بالكم بجد عشان ممكن تحصل كوارث كبيره. على الاقل اعملوا لوك للابلكيشنز دي. سلام.